رابع نوع هو السيكل سيل انيميا، الانيميا الهلاليه او المنجليه، وده علشان شكل كرة الدم الحمراء بيتغير وبيبقى شبه الهلال او المنجل، وده اللي بيخليها زي ما بقول لكم ما تبقاش ماشيه كويس في الوعاء الدموي وتبدا تعمل فيه مشاكل. طيب هو ده برضو عباره عن جيناتيك ديزيز او بلاد ديس اوردر. ده بيحصل بسبب خلل يعني بسيط جدا في البيتا جلوبين، ان بيكون في امينو اسيد رقم 6 بدل الجلوتاميت بقى فالين، فبالتالي التكوين للبروتينز، البروتينز دي عشان تتكون هي عباره عن امينو اسيد جنب امينو اسيد كونوا شفره جينيه معينه بتعمل شكل بروتين معين في الفراغ. لما واحد بس بيتغير بيغيروا الشكل، فبدل ما كان الشكل مثلا موجود مدور وموجود في كرة الدم الحمراء بشكل معين، بقى بيتكون جنب بعض بالطول على شكل كريسنت او شكل هلال او منجل، وبالتالي كمان بيديها نوع من انواع الريجيديتي، بيبقى مش فليكسبل زي كرة الدم الحمراء، فبالتالي وهو ماشي في الوعاء الدموي بقى بالذات الاوعية الدقيقة اللي بتكون في المخ او بتكون في اماكن مهمة جدا في القلب، اللي بيحصل الوعاء ده بيتسد لوقت معين لحين تحلل الكرات الدم الحمراء المنجليه، اللي هي اصلا لو العمر الاساسي لكرات الدم الحمراء العاديه 120 يوم، هو هنا بتقعد من 10 ل 20 يوم وبيحصل لها هيموليسيس. انتوا متخيلين؟ فلو الوعاء استحمل لحد ما يحصل لها هيموليسيس والدنيا فكت وتمام تمام، طب لو مش تمام بيحصل حاجه اسمها مايكرو انفاركشن، يعني الحته دي مؤقتا، الحته الصغيره دي بتموت، مش بيوصل لها الدم، وبالتالي الدم بيبقى راكن ويفضل قاعد موجود في الوعاء الدقيق ده، وده اللي بيدي سخونيه او اديمه في المكان ده. دايما الاشخاص بتوع الانيميا المنجليه حاسين بالم في جميع اجزاء جسمهم، وده بسبب الشعيرات الدمويه الدقيقه اللي في كل الجسم مسدوده، بتكون عامله فعلا بين وعامله فيفر سخونيه، وكمان ممكن تؤدي الى ان المكان ده ما يوصلوش اكسجين ويحصل فيه هايبوكسيا او يحصل فيه مشكله. في انيميا الخلايا المنجليه حاجتين: يحافظ على الهيدريشن، وده علشان كل ما كان الوعاء الدموي على الاقل فيه هيدريشن وسائل ماشي كويس، على الاقل هيمشي ويعدي الكرات اللي فيها مشاكل. لكن لو حصل دهيدريشن تخيلوا، يعني الميه قليله وكمان كرات الدم الحمراء فيها مشكله، هتلزق جنب بعض جدا وهتسد شعيرات دمويه كتيره جدا، والمريض ده دايما بيشتكي زي ما بقول لكم من الم، فهيزيد الالم. وهنا مشكلتي مع المريض ده هو الالم وهو الهيدريشن، وبالتالي الحل هو ان اديله سوائل، وحتى لما بتحصل حاله شديده ويروح المستشفى اول حاجه بيعملوها هي المحاليل والهيدريشن، وكمان حاجه بين كيلر، سواء من اول الباراسيتامول لحد ما بيبداوا بالحاجات العاليه جدا من الاوبيويدز علشان يسكنوا الامه، لان الام في كل الجسم حرفيا. الحل الدوائي عندي دواء اسمه هيدروكسيوريا، والحقيقه الدواء ده كل اللي بيعمله ان هو بيزود حاجه اسمها الهيموجلوبين الاف اللي قلت لكم عليه، اللي بيكون في اول 6 شهور من عمر البيبي، وده يعني تريك منه انه يفصل التشين اللي حصل لها كلامب دي وبقت طويله، فيقطع شويه الطول ده وتبدا تتكسر حتت صغيره، فيبدا ما يتكونش الشكل المنجلي او الهلالي شويه، وده يعني علاج ممكن. وطبعا زي ما قلت لكم الهيدريشن والبين كيلر او زراعه خلايا جذعيه او جين ثيرابي، وده لسه الابحاث قائمه عنه. بعض المرضى الدكاتره بيمشوهم على بنسلين مدى الحياه، ولو عنده حساسيه من البنسلين بيمشي على الاريثرومايسين، يمشوا على الفوليك اسيد مش حديد، هنا برضو مفيش حديد.